الله يلطف بالناس في القصر الكبير لان المدينه شبه غارقه والناس تماك حاصلين وكينطقوا النداءات بحال هذا النداء. السلام عليكم ورحمه الله. هذا نداء للساكنه ديال القصر الكبير اللي كيعرف شي كاميو يجي عندنا لطريق العريش يتخلص هو ويتخلص له المازوت ديالو ويتخلص له كلشي. خصنا ندخلوا نجبدوا الناس. الله يجازيكم بخير. معنا جمعيه هنا المجتمع المدني، معنا هنايا الناس ديال الهلال الاحمر، الناس حاصلين كيطلبونا ندخلوا نخرجوهم. ما بقاولناش الكاميونات اللي نجيبوهم. اللي عنده شي كاميو يتواصل معايا، يعطيني نمرتو، يعطيني اي حاجه، يجيو هنا ندخلوا نجبدوا الناس. الله يجازيكم بخير. عاونونا غير بالبارك. الله يخليكم اللي عنده كاميونات او قادر يساعد ما يبخلش على الناس اللي حاصله، راه ارواح خوتنا المغاربه اللي في خطر. الله يخليكم. صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. حاليا دابا حنا في سيدي الكامل، في الحومه ديال سيدي الكامل. طريق العريش مقطوعه، يعني فيضانات ما كايناش منين تدوز. وطريق الرباط حاليا دابا يعني الواد فاض هو نازل، وفاض بالطريقه اللي يعني اللي كلشي كان كيخشاها، انه الواد دابا نازل على طريق الرباط. يعني هذاك القرار ديال ان الانسان اللي ساكن في سيدي الكامل ولا ساكن في الديوان ولا ساكن في ديك الاحياء اللي مذكورين انه يجمع حوايجه ويمشي يسافر او يمشي لشي بلاصه واحده اخرى، هذاك في منتهى الغرابه. يعني خصو كاع ما كان يكون. وحنا عندنا ايمان راسخ وعقيده ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ولما في سيدنا نوح عبره، يعني ولدو ملي كان الطوفان قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح جاوبو قال له لا عاصم اليوم من أمر الله. لذلك الحمد لله دائما وأبدا. احنا في هذه المدينة شفنا الويلات ولله الحمد، يعني عمرنا ما تشكينا ولا شي حاجة، والحمد لله. احنا ما نقولوش يزهرنا في هذه المدينة اللي ما عندهاش الزهر، ولكن الحمد لله. هذه هي الكلمة اللي دائما غادي نبقاو نقولوها، واللي جات من عند الله مرحبا بها. وش غنقول لك؟ يخرج، ما كاينش الثاني ولا الثالث، راه ما كاينش الثاني ولا الثالث. اللي ساكن في الاحياء يخرج بحاله، مراكز الايواء، مدرسه ديال واد المخازن، مدرسه المحمدي راه مفتوحه، مراكز الايواء. الله يجازيكم بخير. هادشي راه ما فيش الا بالضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب يملأها اليقين أن ما يفعله الله عز وجل في حكمة كبيرة. نتقدم بخالص الدعاء من هنا من مكة المكرمة لإخواننا في القصر الكبير، راجين من الله عز وجل أن يرفع عنهم ذلك الوباء ديال الفيضانات، وأن يأنس وحشتهم وأن ييسر أمورهم. نسأل الله يخلف عليهم ما ضاع ويسر لهم فيما بقي، ولعل أن الله عز وجل له حكمة فيما فعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى تكون السبب الفيضان ديال النهضة ديال ذاك المدينة والتطور ديالها بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع المنكوبين وأن يكون معهم ويرزقهم الصبر بإذنه سبحانه وتعالى. ولا شك أن المغاربة الحمد لله دائما قادرين على التحالم ديالهم والتلاحم عفوا والتضامن ديالهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يدا واحدة نقدم العون والمساعدة لإخواننا في القصر الكبير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عليهم هذا الوباء وهذا البلاء ديال الفيضانات، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل أذى ومن كل سوء. من مكة المكرمة أقول لكم الله يفاجئها، الله معكم، الله يفاجئها، الله معكم، الله يفاجئها، الله معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الا كانت مدينتك فيها الفيضانات هاد السيمانه، هادو حوايج ضروري تعقل عليهم وتطبقهم من اجل السلامه ديالك. اول حاجه ما تحقرش الماء. 15 سنتيمتر ديال الماء كافيه باش تجرك وكافيه باش تخبيها لك واحد الحفره او سلك ديال الضو ما تشوفوش. فبعد من البلايص اللي فيهم الماء مجموع وسير ديما لشي بلاصه اللي تكون عاليه. اما الا كنتي في طوموبيلتك فراه 30 سنتيمتر ديال الماء كافيه باش تجر بك الطوموبيل. خرج من الطوموبيله ديالك وما تغامرش بحياتك لانها بطبيعه الحال اهم. الا كنتي في دارك فانت نسبيا في امان، ولكن ماشي 100%. الا ما عندك ما دير بالتيار الكهربائي يقطعوا في خطره، ولا كان ضروري خلي غير الاجهزه اللي انت محتاجهم ضروري. حيد الغلاقه لاي مجرى ديال الماء عندك في الدار باش الماء منين يعمر يلقى منين يدوز. ولا كانت دارك فيها بزاف ديال لي زيطاج، من الاحسن مؤقتا تانستالي في اعلى طابق فيهم. وراه هاد السيمانه مازال غتصب فيها الشتا ومازال الفيضانات ما سالاوش. داكشي علاش ضروري تبارطاجي هاد الارشادات هادو مع الناس، وماشي ضروري تبارطاجي الفيديو ديالي.